قلت يا نفتر قبيلي يا زمن قل لي، قال الله هذه تلعب المرأة على عقله، في داخل البيت يجلس بالنساء مبليه، بنته تعبيها والزوجة توسوس له، ولا خارج تتصل له عين عتولي، وتخرجه من كتاب الله والملة، وتخرجه من كتاب الله والملة. من روائع شاعر الحكمة ياسر عبد الكريم عاطف خولان اليمانية العليا. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. قلت يا نفتر قبيلي يا زمان باللي، قال لاقيت تلعب المرأة على عقله، في داخل البيت يجلس بالنساء مبلي، بنته تعبيها والزوجات توسوس له، ولا خرج تتصل له عين عتولي، وتخرجه من كتاب الله والملة. يقوم يرجع ويشرب جنبه قتلي، من قهوة القش بعد تبدأ الحلي، يقول له قلت لك على النبي صلي، وهو يقول بعدها يلا عليه صلي، وتدعي الشرح تشكي لك تقول كملي، أخابرك من تلن وأنت في غفلة، ومن تلانه شكت وانت تقول زلي، لأن أبوها رجل طيب بغير شغله، ومن تلانه شكت وانت تقول زلي، لأن أبوها رجل طيب بغير شغله. أول بناته تقول له يا أبي واهلي، زوجي تمرد علي سوق لا حمله، وتقول له الثانية يا بهوان اسمح لي، أشكي من استعدادي بتقول لي طبلة، وحوله الكل تشكشك وهو يغلي، وشعالا وسط رأسه بالخبر شعله، وهي تقول لو قد انته منهم دلي، يلا قوم اخرج صليهم بطل الدلي، يحشر ويحرج حقه البشري، ويهتار في الدرج من وعلى قتله، من تحت راس المكالف كف تسر تدلي، بالرأس يا صاحبي والله انها فعله، حرق الباسوس اشعلتها صيحت ابلي، وفنت بشر بعدها في ذمات البغله، ولا تصدق ماله وبتقول قلي، يا صاحبك شاك من هذه الامور جمله، قلت يا نفتر قبيلي يا زمان باللي، قال لاقيت تلعب المرأة على عقله، في داخل البيت يجلس بالنساء مبلي، بنته تعبيها والزوجات توسوس له، ولا خرج تتصل له عين عتولي، وتخرجه من كتاب الله والملة. يقوم يرجع ويشرب جنبه قتلي، من قهوة القش بعد تبدأ الحلي، يقول له قلت لك على النبي صلي، وهو يقول بعدها يلا عليه صلي، وتدعي الشرح